تعبنا شوية، الدنيا جت علينا، حصل لنا ضربات في حياتنا. كان معانا فلوس وراحت، تجارة وخسرت، علاقات وطلعوا أي كلام. حاجات كتيرة يعني ممكن تحصل لأي إنسان طبيعي في الحياة، عادي، قضاء ربنا وقدره. ولكن هل ده يأثر عليه أو يقلل منه؟ لكل جواد كبوة. واحد جدع وراجل وقد المسؤولية وفي عز مكان معاه ما كانش بيأثر، جات عليه الدنيا، ده معناه ان هو ما بقاش جدع ولا راجل؟ لا، ولكن فترة ممكن تعدي بإذن الله وهيرجع تاني، بس ما تأثرش على شخصيته. زي كده مثال يعني للتوضيح مش أكتر، خير جنود الأرض الجندي المصري، فهو مذكور في القرآن أصلا، مفيش فيها نقاش، يعني مفيش فيها يقول لك ده مش قد، ده مش عارف ايه، اصل معهوش امكانيات. والله لو مين خير جنود الارض، كلام مفيش فيه تغيير. فالقصد يعني ان المعدن والجوهر هو الاساس، اما الحاجات المحيطة اللي حوالينا فهي تكملة تزود الاساس اللي عندنا او تجمله بس. ولكن ما ناخدش بالظاهر وننسى الباطن يعني، فنسلمها لله، نكسب ونقول يا رب، نثبت كده على وضعنا وموقفنا مهما حصل لنا، عشان الأساس هو القاعدة العامة والأساسية والرئيسية. وبلاش نبقى من الناس اللي بتنكر الجميل، عشان مش هينفع نقول كلام تاني ما يتقالش يعني. أديكم مثال أو مثل، مصر هي بلد الفنون ولنا الريادة ولسنا إعادة. كلام مفهوش نقاش، معروف. بعد السينما الفرنسية التفاصيل يعني مش عايزين ندخل فيها وتاريخها، ولكن فرضا حصل مشاكل في الإنتاج، مفيش إمكانيات زي الدول الأخرى المتقدمة. ما يقللش مننا، لأن الكوادر هما الأساس اللي لو اتحطوا في أي بيئة هيعملوا أعلى إنتاجية وشغل، ولكن لو أتيحت لهم الظروف والإمكانيات.